السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل السينابون رول سهل وبسيط، هي اللي هي اسمها لفائف القرفة. بعجينة هشة وطرية واحسن كمان من اللي بتاكلها من بره. عجينة بسيطة جدا، مش تاخد منك وقت ولا مجهود ولا تحضير، ومكوناتها موجودة في كل بيت وطرية جدا زي القطن بالظبط. بصوا انا بوريكم الطبقات، وهتقعد معاكي كمان لتاني يوم زي ما هي بالظبط. نشوف مع بعض الطريقة. اول حاجة هنحط بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، يعني لو البيض عندك في التلاجة طلعيه من قبلها بشوية ونحط. حطيت عليها فانيليا سايلة، لو ما عندكيش فانيليا سايلة بتحطي بودر، بس الفانيليا السايلة ريحتها حلوة قوي. وهننزل عليها بكوبايتين من اللبن، واربع معالق كبيرة من السكر، وباكت من الخميرة. حطينا الخميرة. وبعدين هنحط اربع معالق كبيرة من السكر، ورشة ملح، رشة ملح يعني زي ربع كده، اقل من الربع معلقة ملح، عشان يعني تعادل الطعم. وبعدين هنحط معلقتين زبدة مذابة، ونحط معلقة كبيرة بيكنج باودر. بيكنج باودر كمان بيخليها هش جدا. وبالمضرب، ونديها بقى بالمضرب نقلب كويس جدا لغاية ما البيض يختفي في اللبن والسكر كمان. بعد كده هننزل بالدقيق. طبعا احنا خلاص اتعودنا ان احنا ما بنحطش الدقيق مرة واحدة في اي حاجة، اي معجنات بتعمليها. حتى لو الكيك، حتى لو انت واخدة المقادير بالمظبوط، ما تحطيش ابدا الدقيق مرة واحدة. دايما تحطي الدقيق واحدة واحدة وتقلبي وتشوفي طبعا الحاجات دي بتيجي مع الممارسة وكده، بتعرفي بقى ازاي هي محتاجة دقيق قد ايه وكده. نبتدي بقى هنعجن فيها بالشكل ده. بنخليها شوية طرية علشان تبقى تعتبر حاجة حلوة، يعني عشان تبقى هشة معاكي، متبقاش زي العيش. بتبقى يعني خلي العجينة بتلزق بسيط كده. طبعا بعد ما بنخلص بنغطيها ونسيبها بقى شوية كده حلوين، لان الجو ساقعة. سيبها ساعتين على ما تخمر. هنيجي بقى للحشوة. هنشوف هنعمل حشوة ازاي. دي عندنا كوباية سكر، كوبايتين معلقتين قرفة. طبعا الوصفة الأصلية هي قرفة بس، لكن أنا بحط لها معلقة كاكاو. معلقة الكاكاو بتخلي طعمها جميل جدا. والناس اللي مش بتحب القرفة ممكن تعمل السينابون كده بالسكر والكاكاو بس من غير القرفة، عشان في ناس كتير مش بتحب القرفة. لكن طبعا الناس اللي بتحبها زينا كده هي طعمها حلو جدا. هنا بقى بعد ما العجينة ما خمرت، هبتدي بقى انزلها وهقطعها نصين، هعملها كورتين. وهنشوف بقى الكرة الأولانية. طبعا بنرش دقيق لأن هي عجينة طرية ممكن تلزق. طبعا هو أنا بشغلها على اللي هو المفرش السيليكون ده. حتى لو انت هتشتغلي على مفرش، برضو عقمي الرخامة قبل ما تحطي عجين أو أكل أو أي حاجة على الرخامة. بتجيبي فوطة كده نظيفة أو منديل من مناديل المطبخ، وبنقطة خل، وتعقمي الرخام. هنا بقى انا بعد بقى ما فردت العجينة، انا جيت احط الزبدة مع ان هي بره التلاجة بس الجو ساقعة. فانا حطيتها في الميكروويف 30 ثانية، دوبتها بس يعني. لو مش عندك ميكروويف يا دوبك بس تسخنيها بس على النار كده. وبعدين بقى بنفرد بقى الزبدة كلها، وبعدين بنحط الحشوة بتاعتنا فوق الزبدة. دي بقى طريقة تانية غير الطريقة اللي هما بيلفوها رول كلها مرة واحدة وتقطعي. لا، دي أسهل من الطريقة الأولانية. بالقطعت بقى البيتزا أو بالسكينة، بنبتدي بقى نقطع بالطول زي ما انتوا شايفين كده، وبلفها رول واحدة واحدة. دي أسهل من التانية. التانية بتروحي لفة يعني القطعة كلها وتروحي لفها رولز، وبعد كده بتجيبي خيط ومش عارفة وسكينة، ومش هتطلع معاكي مظبوطة، بتغلب يعني. لكن دي اسهل بكتير. وطبعا نكون مجهزين صينية وحاطين فيها زيت او زبدة، وبنحطها فيها لان احنا هنسيبها تخمر للمرة التانية. زي ما انتوا شايفين كده سهلة جدا. بنلف كل واحدة لورز رولز، وبنقفلها من الجناب وبحطها. دي بقى الكرة التانية نفس اللي عملته في الأولانية.
فردت العجينة وبنزل عليها بالزبدة، افرد عليها الزبدة زي الاسبريت كده، بفردها عليها كلها. وبعدين بحط بقى الحشوة بتاعتنا اللي هي القرفة والسكر والكاكاو. وزي بقى ايه ما قلتلكوا بالقطاعة، بقطعها كده كلها والفها ايه رولز، كل واحدة لوحدها. صدقوني الطريقة دي فعلا سهلة جدا ومبتاخدش وقت، احسن من ايه الطريقة الاولانية. وان شاء الله تبقى كويسة معاكم يعني، وتعملوها وتدعولي. هنا بقى ايه خلاص، بوريكم بقى دي اهي لفتها بقى رولز كلها. طبعا بنغطيها بعد ما بنخلص بقى كده، بنغطيها بنسيبها تخمر للمرة التانية زي ما انتوا شايفين كده، تتخن كده وتقلبز. وبعدين بندهن وشها بالزبدة، ونكون مشغلين الفرن على 180 فوق وتحت. بس خلي بالكم عشان اخدت مني ايه لون سنة. طبعا ساعة ما طلعت من الفرن كل ده التصوير ما بانش. وفي اللي هو صوص الجبنة، انا عملت جبنة دي ميكس اللي هي الجبنة المثلثات مع زبدة مع سكر، بس ايه مش باين يعني ما تصورش. انا كنت مفكرة الكاميرا بتصور بس ايه ما صورش. وهنا ده صوص شوكولاتة انا برضو اللي عاملاه في البيت. بتعملي معلقتين كاكاو، كوباية سكر، كوباية لبن، والزيت بنحطه كده ايه بالسرسوب كده لغاية ايه ما يتقل معاكي. خدوا بالكم ان هي سخنة. كل ده انا ما بنسيبش الحاجة لا تبرد ولا ورا بعض، كله ورا بعض. بص بحب الحركة دي قوي، ان انا احط صوص الشوكولاتة كده بالطول، بحس كده ايه باستمتاع. طبعا بقى ايه بنحط بقى اللي انت عايزاه زي ما قلت لكم، اللي هو صوص الجبنة الشهير بتاع السينابون او الشوكولاتة. سهل جدا. طبعا بقى بنجرش نحط بقى سوداني، اي حاجة يعني اللي عندك في البيت حطيه. وكده يبقى الفيديو خلص. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو منتش مشتركين. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.